ازيكم؟ انا متأكدة ان ده مش جلاش، ده من جماله ممكن نقول فطير مشلتت. طعمه خطير، حاجة كده. بصوا يعني من الاخر تحفة جدا، وطرية وهشة وفي منتهى الجمال والروعة. ده فطير شرقي انا عاملاه في البيت بطريقة لذيذة جدا وخفيفة. يلا نبتدي على طول. اول حاجة معايا ميكس جبن ومزودة عليهم الموتزاريلا، شوية حتة موتزاريلا، ونزلت عليهم بجبنه رومي قطعتها قطع صغيره. لو عندكم مبشور جاهزه هتبقى احسن طبعا. تمام. ونزلت هنا باي نوع جبنه بيضه، يعني ده ميكس جبن، انتوا اي انواع هتنفع هنا في الجلاش ده. تمام. وانا نزلت هنا ببسطرمه متقطعه قطع صغيره، ونص كوبايه من الزيتون، اخضر اسود زي ما انتوا حابين. تمام. نزلت بقى هنا بفلفل الوان، عليه فلفل اخضر متقطعين قطع صغيره، عايزين تحطوا فلفل حامي براحتكم. هبتدي بقى هقلب الحشو بتاعي ده كويس جدا. تمام. وهنسيبه على جنب، ونيجي بقى نعمل خليط التوريق بتاعنا اللي هيخلي لي الفطير ده في حتة تانية. هو مش جلاش، هو فطير من جماله. ربع كوباية زبدة او سمنة متسيحة، هننزل عليها بربع كوباية قشطة. تمام. وننزل بقى بعلبتين زبادي. طبعا انا عشان عملت صاج كبير، لكن لو هتعملي صينية عادي متوسطة او كبيرة برضو يكفي كوباية زبادي واحدة. وهنا معلقة بيكنج باودر. هبتدي بقى اضربهم بالمضرب كويس جدا. واول ما الخليط بتاعي يتجانس كده هنركن على جنب. وانا بقى جبت في صاجه بتاعه الفرن دهنتها سمنه وزيت. تمام كويس قوي. هبتدي بقى اجيب الجلاش بتاعي. انا الصاج ده اخد معايا لفه ونص جلاش. ابتديت بره الاول على صينيه اقسمهم نصين. تمام. وطبعا يكون متغطي عشان ما ينشفش معايا لحد ما اشتغل لاخر ورقه. تمام. ببتدي افرد ورقه ورقه، وهنزل عليه بخليط التوريق بتاعي. هدهنه كويس. حابة اقول لكم ان الخليط ده هيبقى عندي اخف واطعم والذ من اي حاجة تانية ممكن تسقوا بيها. تمام. بعد ما يعني دهنت ما بين كل طبقة والتانية من الخليط التوريق بتاعي ده، وحابة اقول لكم في النص لو في اي حاجة مكسرة انا بحطها في النص، مش بتبان خالص. تمام. اول ما هنا هخلص نص الكمية بتاعتي، هرجع لكم نحشيه سوا. تمام. طبعا انا حبيت ان انا اطول الاطراف شوية عشان تدخل جواها الحشو بتاعي، واقفل عليه. يعني حاولوا ان انتوا تكبروا الحشو الطبقات اللي من تحت بالشكل اللي انا عاملاه ده، علشان نقفل على الخليط بتاعي بالشكل اللي هوريهولكوا برضو في الفيديو. بعد ما هنا وزعت الحشو بتاعي، هبتدي اقفل عليه بالشكل ده. تمام. هدهنه دهنة بسيطة برضو الاطراف ديت، وهقفل عليها كويس كلها. تمام. حابه اقول لكم ان ممكن تحطوا اي ميكس جبن، يعني انا حطيت ميكس جبن جاهز مع الموتزاريلا والرومي ممكن تحطوا اي حاجه، يعني جبنه علب، جبنه عاديه. بس يعني لو الافضل، او لو حابين بتحبوا طعم الحاجه الحادقه شويه، حطوا بقى اي نوع جبنه يكون يعني تلاجة، براميلي، حاجه كده تديني طعم حلو للجلاش. تمام. انا هنا خلصت اهو النص التحتاني، وابتديت اقفل عليه بقى. بصوا بالشكل ده. هبتدي اجيب ورقه سليمه، هقفل معايا على الحشو بالشكل ده عشان اضمن ان مفيش اي حاجه تطلع بره. تمام. وابتدي اوزع برضو خليط التوريق بتاعي ده. عايزه اقول لكم ده احلى بقى من اللبن والبيض والكلام ده كله. انا بعد ما خلصت كله ابتديت اقطع بالسكينه. طبعا هيتقطع معاكي سهل جدا لان هو طري، وبصي في منتهى الطراوه والجمال. هتقطعوا الشكل اللي انتوا حابينه، ونكون مسخنين الفرن على درجه حراره عاليه جدا. ولو في مروحه هنشغلها. انا ما اخدتش معايا حوالي ربع ساعه تلت ساعه بالكتير، وطلع بالعظمه دي. كنت مشغله المروحه فوزعت الحراره وطلع معايا بالجمال ده. عايزه اقول لكم ريحته كانت قلبه البيت، ولو جربتوه هتحسوا ان انتوا عايزين تعملوه كل يوم من جماله، وخفيف جدا ولذيذ وطعم. ده بقى اضمن من الجاهز اللي احنا بنجيبه، واحلى، وكل الحاجات اللي فيه انت عارفه انت حاطه ايه. تمام. اهو انا حبيت اوريهولكم من تحت، ما لزقش خالص. بالعكس ده انا كاني بقطع فطير مشلتت بالظبط. جربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم، عشان متاكده ان انتوا هتبطلوا اي طريقه تانية جربتوها. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. قولي رايكم في الكومنتات عشان بتهمني جدا.